أو خرجت كرة رمي جانبية، ترجع كرة من جديد لصالح فريق دارنس، وصافرة أخرى من كشيرة. حكم الدولي في كرة القدم الشاطئية اللي بدأ مسيرته في التحكيم من موسم من عام 2012. أول موسم في الدوري الليبي الممتاز كان موسم 2017 2018. حكم 5 مباريات في الدوري الممتاز الليبي حتى الآن. هو بالمناسبة هو موظف في كلية التربية في مدينة مصراتة. وأمامنا الآن ركلة حرة مباشرة لصالح فريق دارنس. ركلة حرة مباشرة، رامي الطالب في تنفيذ الركلة. رامي يلعب الكرة، رامي الطالب والتعادل. هدف التعادل عن طريق اللاعب رقم 4 حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد قلب الدفاع يمنح فريق دارنس هدف التعديل. هدف التعادل لصالح فريق دارنس عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد كابتن الفريق، بعد كرة مليمترية على رأسية هذا المدافع ليسكن الكرة الشباك لتتغير نتيجة المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف. إذا هدف مقابل هدف. هذه الرفع الكرة مليمترية على مرمى اللاعب، على رأسية اللاعب رامي. شوف رامي الطالب ورأسية المدافع حسام عبد المجيد. إذا تتغير النتيجة، التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. تخلى فريق دارنس عن الصبغة الدفاعية اللي كان فيها في الشوط الأول بعد استقبال الهدف، وهذه الفرحة للمدافع وكابتن الفريق اللاعب حسام عبد المجيد. إذا هدف مقابل هدف، تتغير نتيجة المباراة بعد ما كان فريق الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق نقطة الجزاء في بداية المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب محمود بن حليم. يأتي هدف التعادل في مطلع الدقيقة 18 برأسية من المدافع حسام عبد المجيد.